السلام عليكم. كل يوم جديد من خشب بولوني عربي، جديد وقديم في نفس الوقت. يعني ايه جديد وقديم في نفس الوقت؟ يعني احنا بنرجع الصناعات والديكورات اللي اندثرت. طبعا العمود ده كان مشهور زمان في كل البيوت، ما بين الانتريه، في المدخل، جنب المكتب، طبعا في المكاتب اقصد، كمان في الفنادق، في مدخل المطاعم، مدخل الريسبشن، مدخل الفنادق، مدخل كل حاجه. كان بيبقى فيه العمود الشيك ده، وبيتحط فوقيه فازه جميله زي دي، او اباجوره شيك زي دي، بولونيا عربي، خشب بولونيا عربي. لكن مع الوقت اندثرت لسعرها الغالي جدا. ليه؟ بسبب انها لازم تتعمل من خشب ينفع الكلام ده، تتعمل من خشب مميز، يبقى فيه الشكل والتمويجات دي. وفي نفس الوقت كان بيتكلف جامد جدا في الخرط، وبيتكلف جامد جدا في الدهان. لكن احنا عندنا خشب مميز، وفي نفس الوقت سهل التشكيل وسهل الخرط، وهنديله الدهان المناسب ليه، اللي مش محتاجين يكون حاجة غالية جدا، لا، دهان جميل فخم يبين تشبيحة الخشب اللي فيه. أسعاره وصلت فوق ال20,000، وأنا بتكلم على الأسعار العادية الطبيعية. عشان كده اندثر طبعا، لصعوبة تنفيذه ولغلو سعره. النهارده احنا بنعمله من خشب مصري بولوني عربي، الطول 85 سم، تخانة او القطر 35 سم، جمال والشياكة، وما يجيش ب10% من السعر ده. وبرضه ما عنديش اسعار في الفيديوهات، الاسعار على الطبيعة، لما تتفرج على الشغل وتشوفه وتلاقيه احلى 100 مرة من التصوير، واجمل 100 مرة من التصوير، وتستغله عندك اجمل استغلال. عمود ركنة خشب مصري بولوني عربي. في انتظاركم، ومع السلامة. وطبعا شتلات البولونيا أصبحت موجودة ومتاحة، اللي اتعمل منها الجمال ده. مع السلامة.